انت عارف في قصه، ودي قصه دي حقيقيه على فكره، قصه حقيقيه من هاواي. وانا لما كنت هناك فتره لقيت ان في سيده معروفه جدا هناك. الست دي كان عندها 6 اولاد، متزوجه سعيده في حياتها، ما تعرفش تعمل حاجه خالص اطلاقا غير البيت، زوجها واولادها، ولا تعرف لغه ولا تعرف مهنه ولا تعرف حاجه اطلاقا، ولا حتى بتخرج كتير، يعني حياتها حوالين البيت بتاعها. اللي حصلت المفاجاه اللي هي ما حطتلاش اعتبار اطلاقا. زوجها توفى، اصبحت لوحدها بتعول 6 اولاد، ما عندهاش فكره هتعمل ايه ولا هتروح فين ولا هتصرف ازاي. وفي يوم من الايام كانت تعبانه جدا، يا دوب الفلوس اللي عندها بدات تخلص ومش عارفه تعمل ايه. فنزلت في الشارع وراحت في مكان فيه جزء من العيله عندها، اتمشت لغايه هناك، وكان في راجل بيسموه كبير العيله بالنسبه لهم، وكانت قاعده عماله تبكي بتقول له مش عارفه اتصرف ازاي. وصلت لمرحله، وصلت الحر، عارف حر سد، مش عارفه اعمل ايه. لا تعرفي، انا اعرف شخص عنده موتيل، الموتيل اللي هو الفندق الصغير بنسميها بانسيون بس يعني كبير شويه، في بتاع حوالي 5 ادوار، في حوالي مثلا 50 غرفه. تعالي ونجيكي هناك وان شاء الله يمكن يشوف لك ولا شغلانه. المهم راحت على طول، راحت راجل وقابلته، قال لها خبراتك ايه؟ اكل ولا حاجه. تعرف تعملي ايه؟ ولا حاجه، يا دوب البيت بعمل حاجات بسيطه جدا، يعني باخد بالي من نفسي، من زوجي، من اولادي، حياتي كلها هناك. لا طب اسمعي، انا هشغلك في خدمه الادوار، انك تنظفي وتمسحي وتغسلي وتوضبي وتعملي وتنظفي السراير، ممكن تعملي كده؟ قالت له طبعا، يعني الحمد لله على كده. وبدات تشتغل عشان اول انجاز لها مهني. كانت بتروح بدري وتمشي واخري، كانت بتشتغل بكل اللي تقدر عليه، وغير كده شافت حد ياخد باله من الاولاد. وبعدين لكن هي كانت كانت بتصرف وتدي وتاخد وتدي، لكن الساعه بتاعتها كانت اغلى من حد ياخد باله من الاولاد. غير كده اصبحت بتهتم جدا بشغلها، حست بانجاز شخصي، بدات تنبسط اكتر من نفسها، بدات تتقبل نفسها، وبدات تنجز اكتر، لدرجه ان صاحب الموتيل او صاحب البانسيون جالها وقال لها انا عارفه، انا هديلك وظيفه اعلى شويه، هخليكي تبقى مديره الدور ده. فيعني كانت فرحانه جدا، ان حاسه ان في انجاز بدا يحصل في حياتها، وكانت نفس الشيء، وبتشتغل اكتر وعملت تنظيم اكتر، وكانت بتخطط لكل شيء. فالراجل جالها بعد 6 اشهر، لا تعرفي انت رائعه، انا هديك تبقى مديره كل الادوار. واستمرت على كده، عارف بعدها بحوالي 3 سنين وهي مبسوطه جدا في حياتها، عماله تتقدم وبدات تتعلم تقرا، ما كانتش تعرف لا تقرا ولا تكتب، واتعلمت انها تقرا وتكتب، بدات تقرا كتب وتنمي نفسها، واشترت سياره، اولادها بقوا في منتهى السعاده مبسوطين منها، بدات تعلمهم احسن تعليم. وصلت لمرحله بعد ما السنين عدت، الراجل كبر في السن وقال لها اسمعي، ايه رايك تشاركيني؟ قالت له اشاركك؟ يا ريت، بس منين؟ ما عنديش فلوس. قال لها شوف اللي انت بتعمليه ده فلوس، مجهود خطير اللي انت بتعمليه ده، حبك لنا وحبك للناس، اهتمامك بكل شيء، بتتصرفي بطريقه في منتهى الروعه، ثقتك في نفسك، تقديرك لنفسك كلنا، واحترامك لنا والاخرين، ده بالنسبه لي 50%. وغير كده الفوائد اللي تطلع هبقى اخد منك نسبه على مدى 5 سنين لغايه ما تخلصي ويبقى عندك نص الموتيل. قالت له يا ريت، انا موافقه. وبدأت الست دي، وعلى فكره دي قصه حقيقيه، وبدات تستمر واشتغلت على قد ما تقدر، وعينت محاسب كويس جدا، قعدت تمسك الحسابات وتمسك كل الجرد اللي موجود والمصاريف ماسكاها كويس جدا، بدات تعمل افكار جديده، بدات تجيب زباين جديده، قعدوا ينتشروا شويه، كانوا يفكروا يتوسعوا. هنا جاء صاحب المكان وقال لها اسمعي، انا الحقيقه كبرت، لان دلوقتي السنين عماله تعدي بيا وانت ماشيه كويس جدا، انا هطلب منك طلب، اشتري كل البانسيون الموتيل ده، لكن انا عايزك، انا هاخد اوضه معينه فانت تعيشيني، وبعدين هاخد منك نسبه من الارباح. ما كانتش مصدقه نفسها، فعلى طول وافقت واستمرت، واصبحت صاحبه فندق من ولا شيء، ما كانتش تعرف ولا حاجه. ولما يعني الناس بتسالها ايه اللي وصلتي له ده، وطبعا اصبحت مشهوره جدا، لا اصبحت 6 اعمال خطيره، اصبحت من ولا شيء، من ولا لغه، من ولا مهنه، من ولا انجاز، ولا حتى رايحه فين، ولا حتى هتعمل ايه، حتى ما تعرفش تعمل ولا حاجه اطلاقا، توصل لصاحبه فندق.